السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتي، إن شاء الله يا رب تكونوا بكامل بخير. اليوم جبت لكم الوصفة تاع محبوب الجماهير البنيون بريستيج بالبيستاش. شكله ذوقي البنة تاعو ما نحكيلكمش عليها، متأكدة بلي كي تجربوه اللي يجي ويطلبوه راح يقولكم ادوا لي لاكوسات. وتقدروا مامسي تحضروه للعيد هذا، بس مازال الحال ما يديش منكم وقت نهائيا، تحضروه في أقل من ساعة. يلا بينا نشوفوا طريقة التحضير. بسم الله. نبداو اول حاجه بالطريقه الخارجيه اللي هي راح تكون شوكولا بلون. استخدمت هذه تاع دادا، راح نذوبها في بان ماغي ونولي لكم. فوالا بعد ما ذوبت الشوكولا تاعي، هذيك واجده عندي ذوبتها تري بيان. دوكا واش راح نزيد لها؟ راح نزيد لها كميه من البيستاش يكون مرحي ناعم نوعا ما نحطوش كامل، نحط غير شويه. بسم الله. وراح نزيدو شويه هذاك الكاوكاو اللي يجي في الفار مرحي، اللي هنا باين بلي لا كولور فار، باسكو البيستاش موش فار بزاف، باه يبان اللون تاعو، غير شويه برك ونخلطهم. دونك واش راح ديروا؟ راح تفروا هاد الشوكولا في ليمون اللي راح تخدموا بهم، بيان سور ليمون تاع السيليكون. انا خيرت هاد الموديل يجيو هكذا مدورين، نتوما بيان سور تغيروا الشكل اللي حبيتوه. ليسونسيال دونك واش راح ندير؟ راح ندير الكوش الاولى، نحط في كامل هاد الحبات تاعي وندخلو الكونجيلاتور، وابخي نخرجو نزيد نعاود ندير دوزيام كوش. دونك لازم ندير دو كوش باه ما يتكسروليش الحبات وما يخرجليش الحشو اللي لداخل. نبدا بسم الله نخدم فيهم. نحاول نحط كميه متساويه في كامل الحبات. نفرغ فيهم كامل، تحكم شويه الشوكولا روحها، نبدا نمشيهم هكذا باه نغطي الحبه كامل بالبانسو غير بشويه. كما قلت لكم انا راني راح نحط دو كوش، يعني ما نخليش غير الطبقه الاولى باه ما تجينيش الحبه رقيقه بزاف. هكا بعد ما كملتهم راح ندخلهم الكونجيلاتور لمده هكاك واحد 10 دقائق جوست يحكموا رواحهم. نزيد نخرجهم ونزيد نعاود لهم دوزيام كوش. فوالا الكاطو بعد ما خرجته من الكونجيلاتور ما صورتلكمش من الاول، ليسونسيال راني نعاود له في لا دوزيام كوش. كما راكم تشوفوا الشوكولا كامل تهبط من التحت. نزيد نعاود له هكا دوزيام غير شويه من الحواشي، ونعاود ندخلو الكونجيلاتور ميم با 5 دقائق ونخرجوه ونبدا نحط في الحشو. في الوقت هذا اللي حطيت فيه الشوكولا تكونجلا راح نروح نوجد الحشو تاعي. عندي هنايا كميه من البسكوي المرحي، طبعا اي نوع نتوما تفضلوه راح تستخدموه. هنا الحشو انا حبيته يجي نوعا ما ما يجيش شايح بزاف، دونك حاولوا تكثروا شويه من السوائل. واش راح نزيد لهنا البسكوي تاعي؟ راح نزيد له كميه من البيستاش المرحي. دوكا راح نضيف كميه من الطوفيه. هنا قبل ما نزيدها راح نزيد لها لاغوم تاع البيستاش. انا هنا مانيش راح نحط لابواط كامل، دونك راح نحط شويه في صحن خلاف، كميه يعني قسمه راح نستخدم، وراح نضيف لها شويه لاغوم تاع البيستاش. هذه الخطوه طبعا اختياريه، بصح لاغوم راح تزيد يعني تمدقو بزاف مليح للكاطو. عندي كميه قسمه راح نخدم.
وانا اون طون كيما قلت لكم الحشو اللي داخل حباته ما يجينيش شايح حبه، يعني كي تكل الحبه يجي هذاك الحشو اللي داخل مايه نوعا ما. راح نخففها شويه بالعسل. راح ندي مبدئيا هذه الكميه، راح نخففها غير شويه بالعسل مش بزاف. فوالا هكذا يكفي. وراح نضيف دوكا لافون تاع البيستاش. انا شريت هذه الكميه من عند اللي يبيع الحوايج تاع الكاطو، بيان سور يبيعوا فيها بالدوزه، دوز كيما هكا ب10 ضيفوا غير شويه برك ماشي بزاف. راح نضيف حوالي ملعقه صغيره، ماشي ملعقه كامله يعني غير شويه. اوبس نحط هذه الكميه ابقى نشوف. باسكو لو تاعها ديجا يجي شويه قوي، وانا يعني ضفت البيستاش جوست باش تعطيني هذاك الكولور الفير اللي يجيني داخل، ويجيني لو تاع البيستاش شويه يعني قوي. نخلطهم تري بيان مع بعضهم ومن بعد نضيفهم للحشو. بقيت هكا نكسي فيه حتى ولا لي سائل. دوكا نقدر نضيفو البسكويت والمكونات الاخرين. هنا طبعا الكميه تبقى يعني الكميه تاع الطوفيه ولا الشيء اللي راح تضيفوه يعتمد على حسب العدد تاع الحبات اللي حابين يخرجوا لكم. انا هنايا هاد الكاطو نورمالمون راح يخرج لي حوالي 41 حبه، دونك في لافان دوك نقول لكم شحال من حبه خرج لي. بسم الله. هذاك راح نضيف لهنا ونخلط المكونات. شوفوا الحشو لهنا جاني شايح نوعا ما، دونك راح نضيف شويه طوفيه وشويه تاع كيما درت قبيله، بعد شويه طوفيه وشويه عسل وشويه من لافون تاع البيستاش، ونزيدها لهذا الحشو حتى تحصل على النتيجه النهائيه اللي حابه نوصل لها. فوالا هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. شوفوا الحشو كيفاه خرج لي هكا، لازم يكون يجي جاري نوعا ما يجيش شايح، وريحته ما شاء الله، يعني ريحه الطوفيه مع لاغوم تاع البيستاش تهبل. ليسونسيال دوكا واش راح ندير، راح نديكونجلي هذوك الحبات تاع الشوكولا ونحط فيهم الحشو. هذه هي يعني هاد المكونات تاع الحشو هادو هما مكونات بسيطه يعني ماهمش بزاف وسهل ساهل يعني باه توجدوا ليه ماش راح يدي وقت طويل. ليسونسيال نروحوا دوكا الخطوه المواليه واللي هي نحطوا الحشو في الحبات تاع الشوكولا. بعد ما فات شويه من الوقت جمدت لي مليح الشوكولا تاعي. دوكا واش راح ندير، راح نجيب الحشو اللي وجدته ونحطه لداخل. شيتو هذه هي. بسم الله. نعمر الحبات تاعي مليح. هنا برك قبل ما تحطوا الحشو تاكدوا بلي الشوكولا اللي درتوها راهي مغطيه كامل الجوانب، باه من بعد ما يخرج لكمش هذاك الحشو على برا. فوالا نعمر الحبات، ما نعمرلهمش بزاف يعني، وماشي نخليهم فارغين، باه من بعد كي نحط الشوكولا من الفوق تحكم لي في الشوكولا اللي على الجوانب. كما تلاحظوا من الحشو دركا ولا شويه ماشي كيما نقولك بلي خليته شويه، كان شويه جاري على هكا، بس من بعد تولي هذاك البسكويت يشرب شويه دوك السوائل. على هذيك لكم ما ديروش ناشف، من بعد يولي يزيد ينشف اكثر واكثر. هكذا راه مليح، راهو قد يعني ما هو ناشف ما هو طالب بزاف. كملت حطيت الحشو في كامل الحبات. دوكا واش راح ندير، راح نغطيهم بالشوكولا كما قبل بعد نفس الخطوه. بسم الله. راح نحط على كل حبه هكذا شوكولا ونغطيها من الفوق. فوالا نقفل مليح الحبات هكذا من الحواشي كامل نورمال. من بعد انا كي نجي نديموليهم درك نحي ساع الشوكولا. دوك نشوفوا الخطوه التاليه ليسونسيال. نحط الطبقه اللي تحت طبقه بزاف مليحه، لازم تغطي لي كامل الحبه. بسم الله. فوالا
دوكا براسك راني كملت البنيون بعد ما خليته في الفريجيدير لمده حوالي ساعه هكاك، حكم روحو مليح والشوكولا يعني جمدت لي مليح. راح نديمو ليه الحبات غير بشويه برك باش ما يتكسرولكمش. بسم الله. ويعني نحاولكم ليه بسهوله تامه كما راكم تشوفوا، ماشي يعني قاعدين يتعبوا فيا ولا اون بليس. يعني المول تاع السيليكون يعاون مليح. خلاص هاد الحواشي تاعهم انا بريسك راح نغطيهم كامل، بس راح نستعمل البيستاش مرحي، دونك راح يتغطاو كامل مش راح يبقاو هكذا. كما راكم تشوفوا يتنحاو معايا بسهوله تامه. هذه ديجا كنت نحيتها من قبل. فوالا شوفوا كيف يجيو، يعني الحبات يجيو مغلفين مليح. خلاص ما مبقاش هكا بلاصه باغ اكزومبل يبان منها الحشو ولا، بس كي تحطوا الشوكولا مليحه وديروها على دو فوا سي بون، يعني الحبات تغلف مليح. خلاص شوف بون. شوفوا هاوليك نحيت قدامكم زوج تاع ليمون متكسرت لي فيهم حتى حبه، يعني ما شاء الله تخدموهم بهذه الطريقه برك ما راح يتكسروا لكم، ما راح تخسروا نهائيا. باردون. هنا هاد الحبات جاوني 24 ومازال لي دومو راهم في الكونجيلاتور، يعني كامل جاوني 48 حبه. هذه الكونتيتي خرجت لي 48 حبه. هكا بريسك كملت. بقات لي اخر خطوه في البنيوان اللي هي التزيين النهائي. دركا واش راح ندير؟ راح نجيب الحبات تاعي نديرهم شويه شوكولا هكذا من الحاشيه. بسم الله. غير شويه برك باه يحكم لي هذاك البيستاش على الحاشيه. هنا تقدروا تذوبوها شويه تاني راح يلصق لكم. بيان سور التزيين في الاخر يبقى اختياري، بصح هاد يعني لا ميثود بزاف مليحه تخرج الحبات يعني ما شاء الله. راح نرمدهم شويه في هذاك البيستاش المرحي تاعي. ما نكترش بزاف باسكو ديجا الحبه صغيره، دونك غير شويه هكذا في الحاشيه سي بون. فوالا كما راكم تشوفوا ونكمل باقي الحبات كامل بنفس الطريقه. مع الاخر راح نحط في الحبه من الفوق حبه تاع بيستاش نقسمها على زوج، نحط شويه شوكولا باه تلصق لي الحبه. ومن بعد نجيب زوج نصوص تاع البيستاش نحطهم معكوسين، نحط نص هكذا والنص الدوزيام نحطو لاكوتي اليمنيه. زيد شويه شوكولا باه يلصقوا لي تري بيان من بعد ما يطيحوليش من الحبه. فوالا هكذا سي بون. الحبه الاولى ديجا نكون وجدتها، هذا هو الشكل النهائي تاعها. وبنفس الطريقه راح نكمل باقي الحبات حتى نكملهم كامل.
وهكذا نكون لحقت لافان تاع الفيديو تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله لاغوسيت تكون عجبتكم، وجربوه وانا متاكده راح يعجبكم، يعني بنيون وعليه الكلام. ما شاء الله يجي طري من الداخل وبنين، وفيه لوغو هذاك تاع البيستاش روعه. ما تنسوش حبيباتي ديروا جيم لا فيديو اذا عجبتكم لاغوسيت، واذا ما كنتم مشتركين في القناه روحوا ديروا اشتراك باه يوصلكم كل ما هو جديد، وبارطاجيو لا فيديو مع صحاباتكم وحباباتكم باه يشوفوا لاغوسيت. ودوكا ما بقى لي غير نقولكم في امان الله وحفظه، ونلتقي ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه جديده وفكره جديده. الى اللقاء وصحه عيدكم.